الاخضر والازرق وبالفانيلا الخضراء والشورت بالفانيلا الخضراء والشورت الازرق والشراب الاخضر في مواجهه المقاولون العرب اللي على ايدنا اليمين بفانيلاته الاصفر في الاسود. وعلى طول انطلاقه وهجمه وبدايه اللعب على طول هنا. سريعا بدات احداث المباراه تحت مباشره مشاهدينا الكرام. على طول اتلعبت من احمد علي جوه المنطقه خطيره جدا ولكن بره الملعب الى ضربه مرمى. تشكيله الفريقين فريق المقاولون العرب 2 لا شيء لكن يقدر يتعادل بهدفين مقابل هدفين. ادي عمر جمال جوه المنطقه ويلعب على طول في المرمى تخبط في القائم خطيره جدا. اغرب لعبه في المباراه النهارده من عمر جمال الحقيقه تخبط في القائم بشكل غريب جدا. سامي بيجيد هو التصويب صوب يا ولد يا ولد يا احمد يا سامي لكن تألق واكتر من رائع الحقيقه من محمود ابو السعود. رامي عادل في مركز الوسط المدافع على طول اماميه جوه المنطقه. يا سلام يا عمر. عمر جمال ممكن جول. ابدا 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 تضيع فرصه هدف اول محقق الحقيقه يضيع. عمر جمال في وضع التصويب ركله ركنيه اتلعبت على طول على الارض لكن هنا لاحمد علي مره ثانيه لعمر. مفيش تسلل جوه المنطقه. عمر جمال على الارض خطيره جول ولا تسلل. ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل على محمد فاضل. تركيز موجود طبعا. ادي محمد شعبان يلعبها على طول. شعبان جوه المنطقه خطيره جول. محمد فضل يدع الهدف الاول مشاهدينا الكرام في الدقيقه 38 من احداث الشوط الاول من كره عرضيه ولا اجمل ولا اروع من كده. ميدو جابر شوف ميدو تحركاته شوف ميدو وامكانياته شوف ميدو انطلاقاته ولكن ابو السعود ومهاراته وقدراته الحقيقه. ابو السعود في الخروج من مرماه وبره منطقه 6 ياردة بينقذ الحقيقه وكان اسرع واقرب من ميدو جابر اللي معاها تبقى صفاره نهايه شوط المباراه الاول. بدء هنا من جديد وبالفعل صفاره محمود بسيوني حكم المباراه ولا توجد اوراق بديله ولكن اكيد هيكون في شوط ثاني على الاقل هيبقى افضل من الشوط الاول. دونجا حطها في اليمين لميدو. ميدو جابر. فتحي مبروك بيقابل يلعبها اماميه جوه المنطقه يرد احمد علي خطيره جدا. حسين الشحات مش ممكن كره زي دي تضيع من حسين الشحات. الراجل اصطادها جوه منطقه الجزاء. ميدو جابر اللي بينطلق يخترق. ميدو جابر هو عايز الحته دي عايز يعدي بالمهاره. ادي فضل حطها حلوه قوي. يا سلام يا عمر يا جمال. المهاره اقول تاني المهاره يتفوق عمر جمال. حلوه لاحمد علي كامل ولكن يا ولد يا حسني يا سلام يا حسني يا فتحي. شوف التبديل الاول والتبديل الاول الهجومي لمصر المقاصه. خروج محمد ابو المجد ودخول عمرو بركات. هشام يلعبها مره ثانيه ميدو جابر ومع احمد علي يقدر يعدي ميدو بشكل كويس. الكره العرضيه جوه المنطقه خطيره راسيه بره خطيره راسيه تبقى بره. حسين الشحات يلعبها حسين. عمر النجدي اتلعبت على طول عرضيه يقطع خطيره تصويبه مش ممكن. تصويبه من هشام محمد تخبط وتغير اتجاه المقصه. اكيد هيخرج عمر النجدي وينزل حسين رجب لما ماجد قنش المعار من نادي الداخليه. ادي مره ثانيه هنا عمرو بركات يقدر يفوت ويعمل زياده. هشام محمد خطيره عند نانا بوكو خطيره نانا بوكو. ضربه مرمى وتبديل ثالث لمصر المقاصه. اللاعب هاني سعيد صاحب ال 36 عام واحد من اكبر لاعبي الدوري الممتاز هذا الموسم. هاني سعيد على فكره لكن اللعب مستمر. وميدو جابر يلعب الكره العرضيه هنا تبحث عن راس حسين رجب من جديد. حسين الشحات جوه المنطقه خطيره ضربه مرمى لفريق المقاولين العرب. يعدي احمد سامي حسين الشحات اللي كان عايز ضربه جزاء في اللقطه اللي فاتت. هاني سعيد عنده مساحه فاضيه. هاني يلعب على الارض لميدو جابر يدور على التصويبه. ميدو جابر بيدور على كرة زي دي. يلعب لحسين رجب. حسين لبركات. عمرو بركات. شوف قافلين زوايا التمرير والمساحات كلها. ديدي كوريه لابراهيم عادل يلعب على طول ابراهيم. هاني سعيد لميدو لهاني سعيد. نانا بوكو لمسه يد والوحيد حتى الان احمد سامي لعبها في المرمى. ابو السعود خطيره يا ولد يا احمد يا سامي يا سلام يا احمد يا سامي. ده قنش بقى يفتح ملعب ولا الشمال موجود. حطها حلوه قوي في الشمال. ده رامي عادل. شوف الزياده العاديه من رامي على الارض حلوه قوي. الكريم مصطفى لميدو جابر لمسه من ميدو. يا سلام يا احمد يا علي. احمد علي هو الاخر حاله حال
ابراهيم عادل. وبالفعل صفارة النهاية مشاهدينا الكرام، فوز المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء لنجم هجومه محمد فضل. يرتفع رصيد المقاولون الى 27 نقطة. تقبلوا تحياتي احمد عبد الرازق معلق المباراة